السلام عليكم المشاهدين المشاهدات، لاباس عليكم؟ واش اخبار اموركم؟ تنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. اليوم غنديروا واحد الوصفه ديال الشعر زوينه بزاف غنشاركوها معكم. هما كما تتشوفوا الججلان والقرنفل وحب الرشاد، هذا المنافع ديالو زوينه. حب الرشاد، حب الرجاق زويون، هذا في الماكله في الوصفات في كلشي. وهذا الحبه السوداء كنقولوا ليه السانوج هذا، والخزامه والشيح، هادو راه زوينين للشعر. يعني هادو اللي تيكونوا البنيات اللي دايرين ليميش مزيانه ليهم هاد الوصفه هادي. انا غنصاوبها وغنشاركها معكم. هذا الزيت غنخرجوا منه ان شاء الله. ما عندي هنا 2 كيسان ديال الماء ديال العنبه وكاس ديال الزيت عادي. انا غنديرهم في هذا هنايا، غنديرهم في هذه الكاسرونه تيغليو. بسم الله على بركه الله. هاد الوصفه زوينه للشعر، تتنوضوا الشعر اللي تيطيح، اللي عندك حتى القشره في شعرك وشعرك تيطيح وداكشي، مزيانه ليه هادي. بقيت ديريها يعني ملي تكوني غاديه للحمام تتشقي بها الفروه ديال الشعر ديالك وتتجلسي واحد ربع ساعه ولا نص ساعه وداكشي وتتمشي تغسليها. ديما تدوميها لشعرك. ما بغيتش ندير فيها الحرمل تا هو زوين، عنده المنافع ديالو قويه الحرمل، ولكن الحرمل بالنسبه للعيالات اللي دايرين ليميش. انا هاد الوصفه دي درتها لصحاب ليميش. دابا ان شاء الله نشارك معكم شي وصفه اللي فيها الحرمل والقطران. هما الكيسان ديال الماء ديال العنبه وكاس ديال الزيت. غادي تيغلي هذا الماء مزيان في هذا الكيسان هذا ديال العنبه، وعاد غندير كاس ديال الزيت. دايره القرنفل غيخلي واحد الريحه طيبه. هذا القرنفل غيغلب على هاد العشوب اللي دايره. القرنفل ريحته زوينه. هذاك بالنسبه اللي قلت لكم انايا الحرمل حتى هو زوين، المنافع ديالو زوينه. غير هو الحرمل تينشف شويه الشعر بالنسبه غير البنات اللي دايرين ما دايرينش ليميش مزيان ليهم الحرمل. دابا غندير معكم شي وصفه ان شاء الله ديال الحرمل حتى هو المنافع ديالو زوينه. دابا غنديروا غير هاد الوصفه هذه. انا غندير دابا الماء. بسم الله. غيغلي غير شي شويه، يشد الغليه باش يطلق داك المفعول ديالو. غندير عليه كاس ديال الزيت. انا غنشعل عليه البوطه. هو بعد ما غلى الماء طالعه منه واحد الريحه زوينه طيبه، الريحه ديال الخزامه وريحه القرنفل، ريحتهم زوينه بزاف. ودابا ها هو غلى الماء. شو اللون ديالو كي ولا، يعني هاد العشوب عطاو اللون ديالهم مزيان، حيت الا درت معاهم الزيت ما غيعطيش اللون مزيان. دابا انا غادا ندير الزيت على بركه الله وغنخليه تيغلي مزيان حتى يبقى لينا غير الزيت بوحدو غيبقى لينا، وغنصفيوه. انا تنهضر على هاد الوصفه هذه غيديرها كلشي، لا اللي صابغه شعرها ولا اللي ما صابغه شعرها، تتصلح ليه كلشي، تتصلح ليه. غير هذه مركزه على الشعر اللي تيكون شويه مضرر بالصباغه، هذا علاش انا مركزه. وهي تصلح للشعر كاين المصبوغ كاين اللي ما مصبوغش، ولكن هذه الوصفه هذه مركزه عليها على الانسان اللي تيكون صابغ الشعر ديالو، راه عارفه الصباغه فيها الكيماويات وداكشي. ودابا انا غادا نشعل عليه تيطيب حتى ما يبقاش الماء يشرب، يبقى غير الزيت وانا نشاركو معكم. ها هو دابا نشف من الماء ونقصت عليه البوطه وخليته شي 10 دقائق وهو حتى ما بقاش فيه نهائي الماء، بقى يعني على الزيت طالعه منه الريحه زوينه. وانا دابا غادا نصفيه. اللي عندكم الفاصمه مثلا الدره اللي عندكم تيدوز لكم، صفوا باي حاجه. غنصفي بهاد الدره هذه. ها هو كتشوفوا كتيجي ريحته زوينه بزاف، ما بقاش كاع الماء نشف من الماء. انا دابا غادا نصفيه في هاد الدره هذه. وسخون دابا.
طلع منه الريحه زوينه بزاف، غالبه هذاك القرنفل والخزامه غالبين على هاد العشوب الاخرين. ريحته زوينه، ما تقنطكم والو، ريحته زوينه. وتبعوه لشعركم، راه زوين بزاف، ما فيها حتى شي مكون اللي غيضر ولا شي حاجه، بالصحه زوين هاد العشوب هادو. انا مجرباهم تنديرهم لبنياتي، شعرهم زوين. هذه هي الوصفه اللي تندير ليهم. تندير لهم حتى وصفه اخرى ان شاء الله دابا نشاركها معكم. انا نديرو دابا في هاد القريعات، غنشوف الدواز اللي غندوزو نديرو في هاد القرعه هذه هي اللي غنرشو بها ان شاء الله، تترشي بها الفروه ديال راسك. وبالصحه والراحه ان شاء الله، وغتلقاو عليه نتيجه زوينه. انا ما عنديش الدواز، راه ندير عاد السوبيره هذه تتخوي مزيان. هكا تجي الفروه ديالك بحال هكا وتترشي. ريحته زوينه والله، درتو في يديا الريحه ديالو زوينه، ما فيه زعما شي ريحه اللي خايبه. وهما كما تتشوفوا هذا هو الزيت اللي صايبنا. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وبالصحه والراحه. ديروه للبنيات، العيالات، كلشي. هاد الوصفه هذه زوينه، تبعوها وجربوها، راه زوينه. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم، وتنتمنوا ينالوا الاعجاب ديالكم، وبالصحه والراحه. السلام عليكم، حتى الفيديو جديد ان شاء الله.